600 جنيه مرة واحدة. مفاجأة سارة بشأن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والتطبيق 1 يناير المقبل. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وإليكم أهم الأنباء. زيادة المعاشات 2024 المقررة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وموعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 يشغل بال الكثيرون من المواطنين في كافة أنحاء البلاد من مستحقي المعاشات الذين يتخطى عددهم 10.5 مليون مواطن، حيث ينص قانون المعاشات والتأمينات على أن زيادة المعاشات تصل إلى 15% من كل عام. وإليك آخر الأخبار والخدمات التي تهم المتابعين. سنقدم لكم موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة إلى موعد زيادة المعاشات 2024 السنوية والتي تصل 15%. قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا هو 1105 جنيه، ويرتفع في 1 يناير إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيه، ويرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10000 جنيه. وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على زيادة المعاشات سنويا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام، وعلى أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو. لذلك من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة في 1 يناير المقبل. وكانت التأمينات الاجتماعية أعلنت زيادة المعاشات في شهر إبريل الماضي بنسبة 15%، أي قبل موعد الزيادة السنوية ب3 شهور، لافتا إلى أنه تم تبكير صرف زيادة المعاشات بتوجيهات رئاسية. وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر الماضي، وصرفت بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023. وننتقل إلى خبرنا التالي. إلغاء فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية، وزارة التموين تكشف الحقيقة. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن مصر تأثرت بأحداث العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا والأحداث في غزة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا. وأشار الوزير في مداخلة هاتفية إلى أنه إذا تم طرح الخبز الحر بسعر السوق فإن سعره سيكون جنيهين بدل من 5 قروش، حيث يكلف رغيف العيش الحكومة جنيهين كاملين، ولكن يتم بيعه ب5 قروش وتدعم الحكومة ب95 قرش. وفيما يتعلق بإمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس هذا الخيار، ولكنها تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأشار أنها إذا تم اتخاذ هذا الإجراء سيكون اختياريا للمواطنين، وذلك في سياق جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية. وأضافت الحكومة تتحمل 95 قرش من تكلفة كل رغيف خبز مدعم، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقة التموين بسعر 1 جنيه، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل. وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء. وننتقل إلى خبرنا التالي. الموظفين المحظوظين على موعد مع أجازات رسمية بالكوم. أعرف جدول الأجازات الرسمية خلال العام الجديد لعام 2024، تعرف عليها الآن. الأجازات الرسمية 2024 زادت عمليات البحث من جانب أعداد هائلة من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية التي تبحث عن موعد الأجازات الرسمية خلال العام الجديد، وخاصة وأنه لم يعد يفصلنا إلا أيام قليلة للغاية على نهاية العام الميلادي الحالي، ومن ثم سوف يبدأ العام الميلادي الجديد 2024. ويأتي وفقا لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون العمل المصري، فإن مواعيد الأجازات الرسمية خلال العام الجديد مقرر أن يصل عددها حوالي من 17 يوما، إلى جانب الأجازات الأسبوعية والتي يصل عددها لحوالي من 104 يوم، من أجل أن يكون إجمالي الأجازات الرسمية خلال العام 2024 القادم بنحو 121 يوما أجازة رسمية. وفي السطور التالية سوف نقدم لحضراتكم لجميع وزارات ومتابعة جدول مواعيد الأجازات الرسمية
خلال عام 2024 القادم في التقرير التالي، فتابعونا. بالنسبة لأجازة عيد الميلاد المجيد مقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024. أما بشأن أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية مقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 28 يناير. وبالنسبة لأجازة الفطر المبارك مقرر أن تكون من يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل، وتستمر الأجازة حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل. وبالنسبة لأجازة عيد تحرير سيناء مقرر أن تكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل. وبالنسبة لأجازة عيد العمال مقرر أن تكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو. وبالنسبة لأجازة شم النسيم مقرر أن تكون في يوم الاثنين الموافق 6 مايو. وبالنسبة لأجازة عيد الأضحى المبارك مقرر أن تكون يوم الاثنين الموافق 17 يونيو، وتستمر الأجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024. وبالنسبة لأجازة ثورة يونيو مقرر أن تكون في يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024. وبالنسبة لأجازة عيد رأس السنة الهجرية مقرر أن تكون في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو. وبالنسبة لأجازة المولد النبوي الشريف مقرر أن تكون في يوم الاثنين الموافق 16 يوليو. وبالنسبة لأجازة ثورة 23 يوليو 1952 مقرر أن تكون في يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024. وبالنسبة لأجازة انتصارات أكتوبر 1973 مقرر أن تكون في يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024. وننتقل إلى خبرنا التالي. الشرقية للدخان تخالف وعدها زيادة جديدة بأسعار السجائر بعد 30 يوما من الزيادة الرسمية. أسعار السجائر في السوق رغم مرور شهر كامل على إعلان الشرقية للدخان عن السعر الرسمي للسجائر، التزامها بتوفير الكميات الكافية لسد استهلاك المواطنين من السجائر، إلا أن السوق المصري ما زال يعاني من ارتفاع أسعار السلع. 35 جنيه فرق السعر بين سجائر البوكس الرسمية والمعبأة في السوق. وأن المتاجر والأكشاك لا تباع السجائر بالسعر الرسمي حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 لوجود فارق في سعر سجائر البوكس بين الرسمي والمباع في الأسواق يقرب من 35 جنيه، وفارق 28 جنيه بين سعر سجائر كليوباترا الرسمية المعلن عنها من قبل الشركة والمباعة في الأسواق. وخلال الأيام القليلة الماضية لم يتغير الوضع كثيرا، بل تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، حيث ارتفع سعر سجائر مرلبورة الخميس 18 نوفمبر 2023 من 120 إلى 150 جنيه، و12 جنيه الفرق بين السعر الرسمي للسجائر وأسعار السوق. وأسعار السجائر في الأسواق لا تزال مرتفعة، حيث تراوح من 10 إلى 12 جنيه مع عدم تطبيق الأسعار التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان حتى الآن. وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة، فإن سعر الكاروسة كالتالي: يبلغ سعر السجائر البوكس جملة 19.95 جنيه للعلبة و10 سجائر، أي أن سعر كاروسة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد عن 195 جنيه. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.